هما الاثنين سباكين عملوا كل ده عشان في الاخر يتغفلوا. الصور دي جايبينها منين؟ كتبت ايه في السيرش بالله عليك؟ مفيش ذكرى خالص من اسم او ازاي بتتلعب او اي حاجه. مش ماي جنريشن دي جبتها البنت. احنا نهبد والناس تشتمنا في الكومنتات عادي. لعبة واحدة 3 أجيال وذكريات مش شبه بعض. بص ايه، انا عارف ده ايه، هي بورد جيم، بس ده ايه ما اقدرش اقول لك الصراحه. بص انا فاكره الرسمه دايما بيبقى البورد جيمز زمان مطبوعه على ناحيتين، فدي كانت في ظهر اللعبه اللي احنا بنلعبها عاده. كانت بتتطبق كده وظهرها السلم والتعبان. السلم والتعبان اسهل كده ستريت فورورد، فغالبا هي اللي كنا بنلعبها يعني. لا ما فيش ذكرى خالص من اسم او ازاي بتتلعب او اي حاجه. انا ما اعرفش اسم اللعبه. لا الليدو، اسمه الليدو ده بناكل فيه برجر عند نادي الجزيره. حتى بعد ما قلت لي اسمها مش فاكره برضه. انا الناحيه التانيه من الكرتونه بتيجي في باكج مع بنك الحظ. انا طبعا كل ده بضيع وقت عشان افتكر هي كانت بتتلعب ازاي. اي لعبه بورد جيم فيها كاركتر صغير. طب استنى هقول لك، بس انت هتقولي صح ولا هتسيبني؟ لا أنا ما أعرفش أصلا. بس انت ما تعرفش اصلا؟ لا. طب ما ده ادعى ان احنا نهبد والناس تشتمنا في الكومنتات عادي. انا فاكره ان كان المفروض كل واحد فينا له لون، واي ثينك كان في زهر وبتمشي في اتجاه معين عشان في الاخر توصل باك لمكانك، بس مش فاكره بقى السيستم كان بيمشي ازاي. بنعمل حاجه اسمها الاول ان احنا بننير. حاسس ان انا بهبد بس يعني. بتفكرني بمود المصيف واحنا صغيرين. كنت بتحبي البورد جيمز؟ وما زلت بحبها لحد دلوقتي. المفروض بقى اول قطعه توصل للبيت اللي هو المثلث الاصفر بتاعك ده. مش فاكر بقى. دي ضحك دي. طبعا الإفيه الشهير ان الراجل اللي بيبيع هو بس اللي بيعرف يلعب عليه. طب والله عارفها، الراجل كان بيبيعها في الشارع. دي آلة موسيقية؟ ربابة. فعلا ربابة، بس اطفالي، بس عمري ما جبتها بصراحه. فاكر ان انا لعبت بيها عند ولاد خالي، كنت هارش ان هي اشتغالها. فاكراها طبعا، كانت بتتباع على الرصيف في المعموره برضو. فهو بتيجي انت تبقى سامعه بيلعب، الريس متقال بيدي واحده، هوبا تشتريها تلاقيها بتطلع صوت سخيف جدا، صوت حادثه عربيه. اكتشفت ان صوتها وحش جدا وانا ما عنديش اي موهبه وضايعه. ودايما الراجل في الشارع اللي كان بيبيعها لك كان بيبقى معاه واحده احسن منك بكتير، عشان لما يجي يعزفها لك بيبقى الصوت اللي طالع منها بتاعته هو كان بيبقى صوت احسن بكتير. بس لما تيجي انت تجرب تلعبها ما كانتش. حاولت اطلع منها كام حاجه بس ما. صوتها وحش جدا، والراجل وهو بيعملها بيبقى طالعه ميلودي كده وشكلها لذيذ وبتاع، بس لا يعني هو الوحيد اللي بيلعب بيه. هو غالبا. لما بقى الراجل يعدي كنت كطفل شامم ان هنا في ايه، في بيعه مش في خدعه، في بيعه مش تبعنا يعني. فاكراها جدا بالظبط، هي نفس واللون الفوشيا العجيب ده. ايوه الجزء اللي تحت ده البني ده كان جلد حاجه على هو جلد حيوان. ممكن اهبد بيخلي ان الصوت لما يجي يفايبريت بطريقه معينه يطلع الصوت اللي احنا عايزينه. عشان كده الصوت كان عالي. هي كانت بتزيق فعلا وبتتباع لحد دلوقتي على فكره. فنان يا دي كانت بتعصبني جدا. فاكراها دي. اقسم بالله عشق. انت عايز اسمها ملهاش اسم دي. كنا بنخلص تمرينة الباسكت نجيب البتوع دول، وعمري في حياتي ما خلصتها. انا لسه لاعب بيها قريب والله، من 2 جبت منها لاولاد اخواتي عشان ما بعرفش اعملها، واقعد بقى متعصبه وبحاول، وهي اصلا مستحيله تقريبا. اكيد كان في ناس بتنجح عندهم صبر، بس انا ما كانش عندي عمري صبر. دي انا كنت بلعب بيها وانا عندي 6 سنين 7 سنين. ده اخر مره افتكرت اصلا شفت البتاعه دي في حياتي. كانت بتبقى صغيره قوي وكانت بتبقى معموله كده بلاستيك رخيص. انا كنت كويس فيها واتحدى اي حد يعني. خايف يعني. قوي لو هتجيبها بعد الحلقه. خايف قوي والله، حاسس ان في جزء اقول لك طب خد ورينا بقى. عمري في حياتي ما خلصت اللعبه دي، بس كنت بقعد العبها لمده ساعات وساعات يعني، ما بزهقش منها خالص. بس هما كلهم ان جنرال كانوا معصبين بالنسبه لي. عمري ما وصلت ان انا ادخل ولا حاجه مكانها الا بالصدفه طبعا يعني. خلقك ده يا قمر. ومن زمان يعني. بص بقى انا عشان الناس بتقول لما كبرتي وكده، لا من زمان قوي. هي دواير وزرارين بيعملوا بامب كده للميه، تخلي الخواتم دي تخش في العصيان. الصياعه في ان انت تدوس بطريقه معينه بسنس معين بحيث ان انت الدايره تيجي في العمودين البينك اللي في الصوره دول. دايما كانوا يا بيتكسروا يا بيضيعوا في يوميها. ما حاولتيش تفتحيها وتطلعي الميه وتركبي الحاجات؟ لا شر يعني. لا ما فكره حلوه جدا على فكره، لانها كان ممكن تطلع غلي بس لا ما فكرتش. بص هي في بقى لخبطه هنا بقى. انت كنت بادئ بسيكونس معين وبعدين في حقبه انت طيرتها. انا فاهمه ان دي جيم كمبيوتر او حاجه. انا بس بحاول اعمل نفسي ايه فاهم، عشان انا مش فاكر. عمري في حياتي ما لعبتها، بس انا شايف ان ده طرزان مش عارف باين عليه ليه. وطرزان
مش عارفه رايح يعمل ايه، طرزان بيصطاد ضفادع بس لا ما اعرفش. هي دي طرزان؟ ايوه. حلو قوي، لان هي كان في زيها بالظبط هيركليس. ما اعرفش حتى طب ايه الكونسول اللي بيشتغل عليه، لا ما اعرفش. دي ممكن تبقى نينتندو، ممكن تبقى اتاري، ما اعرفش الصراحه. دي العاب البي سي بقى، يعني كان هنا ظهر البي سي دي بتتلعب من الكيبورد على ما اذكر. طرزان انا ما لعبتهاش، انا لعبت هيركليس بس هي نفس الاجواء. عمري ما لعبت دي. يا خرابي والله العظيم، عندي في البيت لحد دلوقتي. كونكت 4 طبعا لعبت كونكت 4 كتير قوي. طبعا دي عارفاها، اسمها كونكت 4 صح؟ ما عدتش علينا في الطفوله. كنت بلعبها مع عمي الله يرحمه اكتر واحد. ودي كانت بتتلعب في بيت الساحل الطيب، لما ما كانش في اي حاجه تانية تتعمل، كنا بنقعد انا واخواتي نقعد نلعب اللعبه. عارفاها بس عمرنا ما كنا بنلعبها واحنا صغيرين، يعني انا ابتديت اجيبها لما بنتي كنت بحاول اخليها ما تبقاش كونكتد لديفايسز كتير. كان ابويا جايبها لي، كنا في معرض الكتاب، انا بروح مع بابا معرض الكتاب عشان ايه؟ محلات الالعاب اصلا، مش عشان الكتاب خالص. هنبسط اول ما اسمعوا كده. لما انا دلوقتي بقيت بروح بجيب العب بس. كانت مزهقه جدا عشان كان دايما حد فينا هو اللي بيكسب، مش عارف بقى كان بيكسب ازاي ولا كنا بنغش ولا كنا بنعمل ايه، بس هو كان دايما حد واحد فينا بس اللي بيكسب، دايما ما كانش انا، كانت اختي دايما يعني. تحس ان دلوقتي محدش انترستد بقى في الحاجات البسيطه، جمع 4، كله عايز يحزق دلوقتي، بس نفسي العبها مع حد. طب يلا بينا. ماشي. ما عنديش فكره، ما اقدرش اقول لك ده ايه. يا جماعه انتوا الصور دي جايبينها منين؟ طب دي انت كتبت ايه في السيرش بالله عليك؟ حاول تستنتج. طيب اتعب طيب. شويه، اتعب. حاضر. دي بقى حاجات الجيل اللي اكبر مني شويه يبقى عارفها اكتر مني. لا ولا زمان ولا دلوقتي الحقيقه. طبعا لوجيكلي غالبا انت لما بتعمل هوا الحصان بيتحرك. بتنفخ هوا من الخرطوم ده للعبه. الهوا ده بيعمل ايه بقى يعني؟ ما اعرفش، ممكن يبقى بيحرك الحصان باي طريقه بس مش عارف الصراحه. هي بام والحصان ده هي بتمشيه مش يعني. بتنفخه يعني؟ لا طبعا ما بتنفخوش لان فيكبر مثلا؟ لا طبعا. هو ولا بيخليها بخ ميه ولا؟ لا لا لا, لا دي بتنفخ هوا بس. ممكن البتاع تتحرك بشكل ما. كنت هزهق قوي يعني ان انا اقعد اعمل هوا افهم التسليه بتاعت ان العربيه اللي بالريموت وتتحرك، بس ده لا. او البتاع اللي هو لابسها على رقبته دي تكبر ولا تطير ولا تعمل حاجه. اكيد بيقعد يعمل كده ويمشي، بيعمل ازاي؟ يعمل كده. بس عدى عليك بيعمل يعني. كده. اللعب اللي هي كنا بندوس عليها واحنا صغيرين هو كان في المساحه. دي مزهقه جدا بالنسبه لي. لا ما لعبتش بده لان ده رفاهيه قوي كان بالنسبه لي. PSP دي بس دي برضو مش ماي جنريشن، يعني دي جبتها لبنتي. PSP حبيبه قلبي. اللعبه دي الجهاز ده كنت بستخدمه لغايه قريب. كان عندي PSP من وانا صغير، كنت محتفظ بيها جدا. ما اعرفش اسمه ايه يعني، بس في الايد انا لعبت بحاجه بدائيه عن ده في الايد برضو في عصر الاتاري ده بادجت عاليه ده. عارفاها وحاولت بس كانت بتعصبني برضو فما كنتش بلعبها، ما عنديش صبر خالص. لكن PSP دي اكبر حاجه في طفولتي يعني. دي كانت اكتر حاجه باخدها معايا في كل حته. لغايه قريب كنت واخدها معايا مكان نت مقطوع عنه خالص. طلعت PSP قعدت 4-5 ساعات بلعب بيها. هي دي اللي انقذتني، هي دي طول عمرها بتنقذني في حياتي. بلاي ستيشن في اليد يعني PSP بس ده قديم، ده بعد الالفينات بكتير. هي طول عمرها معايا، عمرها ما سابتني. والله العظيم يعني عزيزه عليا قوي، يعني عزيزه عليا قوي. كان في جهاز تاني انا مش عارف اسمه، في الايد ابيض واسود، في عربيات وبيبقى فيه سنيك واسهم كده ومهزأ جدا يعني. مش فاكر اسمه خالص. جيم بوي تقريبا. دي عايزه حلقه. انا فاكره المنظر. فاكراه ماريو صح؟ ساعه لما انا اتولدت واحنا بنشوف ماريو حوالينا في كل حته. سنين من عمري، مش اللي هو والمصحف. والله لو امي بتشوف الحلقه دي هتقول لك. ابويا كان بيلعب ماريو، عمي كان بيلعب ماريو، انا وابن عمي كنا بنلعب ماريو. سوبر ماريو ونقعد نحاول نخليه ما يوقعش. فبتقعد تعيد فيها كتير وكل مره ممتعه. اعتقد وفيتك حقك يا سوبر ماريو. ويوصل مش فاكره كان بيوصل ايه لكنز او حاجه، بس برضه ما كانش عندي طاقه. فاكر الموسيقى بتاعتها؟ طبعا. يعني البيت اللي بعد ده كان لا علشان في الاخر يعمل ايه؟ يروح للاميره اللي ما شمناش لحد دلوقتي. تشوفها على اليوتيوب اصلا. هنوصل للاميره يعني. انا غالبا لو عملت الدقيقتين في اللعبه بقى انجزت يعني، جبت كل الصبر اللي عندي. 3 ليفلات تلاقي فيه امير. الكبيره خالص بقى اللي هي بيقطع نفسه عشانها، شفناها على اليوتيوب لما كبرت، اللي هو في واحد في تنزانيا قفلها، لكن انا ما قفلتهاش. قفشناها خلاص. قفلت باوزر راح.
راح في ده. تستاهل بقى المشوار ده كله كان؟ والله لا، بس ماريو والاميره اصحاب، دي مشكله كبيره جدا في طفولتي، اللي هو يعني ليه ماريو بيعمل كل حاجه ويقتل تنين وينط فوق نار ويعمل كل ده، عشان في الاخر الاميره تقول له ان هي واحده صاحبته، وهنا حرام عليكم، ده راجل سباك. يعني هو واخوه عندهم شركه، هما الاثنين سباكين، يا عيني اتبهدلوا، عملوا كل ده عشان في الاخر يتغفلوا هما الاثنين. شرفتني يا سليم في فلاش باك. الشرف ليا. ليك ذكريات تانية مع الجيم؟ ابويا طول عمره من وانا صغير بيفهمني ان الجيمز دي من احسن الحاجات اللي عملت في الدنيا. بالانس، طالما انت بتذاكر وبتعمل اللي وراك، العب يا باشا براحتك وبتاع، وهات دور العب معاك. شكرا يا سيدي. شرفتنا يا مسعد في فلاش باك. ده حاجه ممتعه جدا. فكرتك بايه اللعب دي؟ الايقاع ابسط، ان هو في اهو سوبر ماريو اهي قدامي، لعبه تقعد فيها 10 سنين عادي. وما تقلقش ما ضاعوش، وتعلمت الصبر. مفتقد لعب زمان جدا طبعا. شرفتنا يا مسعد. شكرا. حبيبي. شرفتينا مروه في فلاش باك مع ضايعه اللاعب. ضايعه انت واضح ان انت خلقك ضيق مع اللاعب جدا. جدا. ده حقيقي. I remember very well، كانوا كل ماي كازنز وكده في المصيف عموما نلعب كوتشينه بالليل ومش عارفه ايه، كنت بلعب عشان هم محتاجين حد رابع في الجروب، فانا مضطره العب والا هيقفشوا عليا. شكرا يا مروه. ميرسي.